السلام عليكم طلبة وطلبات لغات الصف الثالث الثانوي. أهلا بكم. هنكمل مع بعض آه، الموديل نمبر 19 في كتاب المعاصر. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند question نمبر 20. دي موجودة معانا في الفيديو اللي قبل ده على طول. هنكمل مع بعض على question نمبر 21. هنا بيقول لي كاتايون A أو كاتايون نمبر 1 can be separated as 2. ممكن نفصله أو نرسبه as 2 when a pH of reaction medium is. وهو بقى ما نعرفش الميديم ده البي اتش بتاعنا كان equal 0 عفوا equal 7 فهيبقى neutral. more than 7 هيبقى basic. less than 7 هيبقى acidic. which of the following 1 2 3. لما نيجي نعمل تحليل للانسر بتاعنا هنلاقي ان انا معايا مديني 2 كاتايون اللي هم السي يو بوزيتيف 2 والاف اي بوزيتيف 3. انا عارف ان السي يو بوزيتيف 2 بتاعتي دي بيحصل لها precipitated as سلفايد. يبقى انا محتاج ان انا يبقى معايا H2S اللي هي هيدروجين سلفايد to be separated الكاتايون الكبر كاتايون بتاعنا to CuS، وده بيكون separation معايا او بيكون precipitated معايا اللي هو كبر سلفايد وبيكون الكلر بتاعه بلاك. الاف اي بتاعتي عشان اعمل لها precipitation او اعمل لها separating محتاج basic medium like الصوديوم هيدروكسيد ال NeOH or الامونيا solution اللي هي NH4OH. وفي الحالة دي بيديني هيدروكسيد اوف كاتايون معايا اللي هو الايرن تراي هيدروكسيد. الفورميشن بتاعتها بيكون الكالر بتاعها براون. ودي بتاعت او دي انا الايكويشن بتاعت الكوروجن اللي احنا اخدناها في الالكتروكيمستري. خلي بالك بدل انا معايا او اتش هنا يبقى اكيد الميديم ده هيبقى بيزك. وانا عشان اعمل برسبتيشن للكاتاين بتاعت الكبر بتاعي محتاج ان يكون الميديم بتاعي اسيدك. طيب بدل اسيدك يبقى انا محتاج ان تكون البي اتش بتاعتي less than 7. اما لما يكون البيزك الميديم بتاعي بيزك هيبقى more than 7. عايزين بقى الاجابات بتاعتنا. هنشوف هو عاوز انهي كاتاين من الاثنين دول. اول حاجه بيقول لك انا محتاج يكون معايا الكبر اس كلورايد. لا مستحيل، انا قايله ان الكبر بتاعي بيحصل له برسبتيشن او كان سيبريتد از سلفايد نوت از كلورايد. نمبر 2 او نمبر بي بيقول لك الكبر ممكن نعمل له سيبريشن از سلفايد ودي صح. lower than 7 دي اكيد صح، يبقى الانسر بتاعتي بي. طب تعالى نكمل برضو علشان نشوف لو في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. بيقول لك الايرن بتاعي هرسبه او الكاتايون اللي تراي اوف ايرن برسبه او بعمله برسبتيشن او سيبريتد اس كلورايد. لا مستحيل. higher than 7 لا. الاف اي بوزيتيف 3 ممكن اعمل لها برسبتيشن از او سيبريتد از هيدروكسيد اوكي، لكن مستحيل تكون lower than 7. هي اكيد more than او البي اتش بتاعتها more than 7. سو الانسر بتاعتي دي مش هتنفع. فانا الانسر بتاعتي في الاجابه او الكويشن نمبر 21 هتبقى بي. another question. السؤال ده مهم جدا 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 وتعلموني عليه لان احنا هنحتاجه او الفكره بتاعته هنحتاجها في الامتحان بتاع 2025. ركزوا يا شباب الله يبارك لكم، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لك the reaction of one molecule of acid which causes muscle cramping. cramping ده اللي هو شد العضلي يبقى ده lactic acid with one molecule of a shown compound. يبقى انا معايا two compound هنا اللي هو اول حاجه معايا compound اللي هو مديهولي. ثواني بس ننقله. هيبقى السيمبل بتاعه ادي COOH ومعايا CH وفي برانش اللي هو CH3 ومعايا ال N وعندها 2 برانش لل H. خلي بالك انا معايا هنا 2 جروبس او 2 فانكشنال جروب للكومباوند ده.
اول حاجه البارت ده اللي هو الامينو جروب، تاني حاجه الاسيديك جروب. انا معايا الكرامبنج موليكيول بتاعي او الكومباوند بتاع اللاكتيك اسيد، السيمبل بتاعه CH3. وبعدين السي اتش عندها برضو تو فانكشال جروب، السي او او اتش والاو اتش. ركز يا شباب، الامينو جروب دي او ال NH2 جايه من الامونيا، والامونيا بتاعتي اللي هي NH3 بيزك. سو انا لما اجي اعمل رياكشن بالبارت ده او الجزء ده مستحيل هعمل لها رياكشن مع الاو اتش. ليه؟ لان البارت بتاع الاو اتش برضو بتبقى بيزك. سو انا محتاج ان انا اعمل اتاك باي كاربوكسيل جروب للبرانش او الناحيه بتاعه الامينو. طيب انا بعمل هنا ايه؟ بعمل كوندنسيشن بروسيس او بعمل عمليه تكاثف اللي هي البوليمرايزيشن كوندنسيشن. سو انا محتاج اطلع، اسمحوا لي بس ان احنا نغير الشيب بتاعه السي او اتش دي ونكتبها بطريقه تانية علشان تبقى مسهله علينا الموضوع. هتبقى معايا سي او و اتش، وانا عارف ان انا عشان اعمل كوندنسيشن بروسيس محتاج ان انا باخد او اتش من الاسيد و اتش من البيزك كومباوند اللي عندي. فهيبقى معايا الفورميشن الجديده ادي الان وعندها اتش بس، ومعايا هنا السي وفوق راسها او اتش، والناحيه الثانيه دي اتش معايا اهي وسي اتش 3. ليه؟ وتحت معايا كده السي دبل بوند او اللي هو ده او البورت اللي معايا ده. حلو. اكمل باقي الكومباوند اللي معايا هتبقى سي اتش ومعايا سي اتش 3، ده البرانش اللي معايا. وبعدين سي او او اتش، ده اول كومباوند. هنا بيعمل لي زي اناليسيس كده او رياكشن. هنا هنعمل ايه؟ ماينس اتش 2 او، كأن انا بعمل فورميشن لكوندنسيشن او كوبوليمر نتيجة two different او producing from two different compound او two different monomer. فبيديني البوليمر الكبير بتاعي اللي هو بيحصل له بعد كده كوندنسيشن، بنعمل اديشن برضو للكوبوليمر دي على بعض، فبيدينا البوليمر الكبير اللي احنا بنقدر نستخدمه في حياتنا اليومية. طيب ده اول كومباوند. طب التاني، خلي بالك انا معايا تو فانكشال جروب موجوده برضو في اللاكتيك اسيد. الاو اتش هتعمل اتاكينج او انذر موليكيول اوف لاكتيك، هيعمل برضو اتاكينج الانذر موليكيول اوف ذيس كومباوند، بس على انهي بارت يا مس؟ على البارت اللي موجود فيه السي او اتش. يبقى انا كده معايا تو كومباوند عندهم تو ديفرنت فانكشال جروب. بشوف الناس اللي موجوده معايا دي هل هم سيميلر لبعض. لو هم سيميلر لبعض او الفانكشال جروب سيميلر لبعض مش بيحصل بينهم رياكشن. لكن لو هم ديفرنت لبعض يبقى انا كده بعمل كو بوليمر اللي هو عن طريق الكوندنسيشن بلومرايزيشن، فببدا اعمل برودكت جديده. طيب انا هنا انا هسهل عليكم وهروح عند البارت ده واعمل اتاكينج باي اسمه another molecule of لاكتيك. انا معايا هنا ادي السي اتش اهي، ومعايا البارت بتاعت الاو اتش، وتحت هتبقى معايا سي او او اتش، ومعايا السي اتش 3. انا عارف ان انا بطلع او اتش من الاسيد و اتش من الالكول، فطلع لي موليكيول جديد. خلي بالك انا ده كان اول موليكيول طلعناه المره اللي فاتت. تعالوا نشوف الموليكيول الجديده هتبقى ايه. انا كده مش خلاص يعني انا هنزل كل الكومباوند بنفس الصيغه بتاعته. انا هنا معايا NH2 زي ما هي، وبعدين السي اتش وعندها موليكيول اللي هو سي اتش 3، وبعدين السي دبل بوند او، ده كده اللي هي البارت ده. بعدين بكمل عليها الموليكيول التاني اللي هو ادي الاو والسي اتش، ومعايا سي اتش 3، ومعايا تحت البيزك كاربوكسيل جروب اللي موجوده على اللاكتيك اسيد.
فالانسر بتاعتي هتكون نمبر دي. ركز، لما بيبقى معايا تو كومباوند وتو كومباوند هيعملوا رياكشن مع بعض، هم عندهم تو ديفرنت فانكشال جروب، بدور هو مين اللي هيعمل رياكشن مع مين. غالبا بيبقى معايا تو، او في الفانكشال جروب بتاعتنا دي في حاجتين فيهم سيميلار، دولت مش هيعملوا برانشنج مع بعض او هيعملوا رياكشن مع بعض خالص. فببدأ اشتغل على التو ديفرنت جروب اللي معايا، واشوف الكومباوند الجديده اللي هتطلع تبقى عامله ازاي. ركز السؤال ده، الفكره بتاعته هتتكرر معايا في 2025 ان شاء الله. Another question. One of the duralumin alloys. تعالوا بس نتكلم عن الديور الومين الويز دي. انا عارف ان الديور الومين بتاعتي دي عباره عن AL، مره بتكون معايا مع النيكل كومباوند اور مع الكبر كومباوند. is composed of 95% of element X with 4.5% of element Y and 0.5 of another element. انا بقى بقعد ادور في الكومباوند اللي معايا دي او في الاليمنت اللي X و Y دول على حاجه من الاثنين دول. اول اليمنت معايا الومنيوم، يبقى انا كده معايا التشويسز بتاعتي هتبقى يا اما A يا اما C. بشوف واحده من الاثنين اللي موجودين بقى، يا اما تبقى نيكل يا اما تبقى كبر. لو جينا بصينا على اول واحده هتبقى سكانديوم والومنيوم، لا مش موجوده في الديور الومين. لكن لو جيت بصيت على نمبر سي هلاقيها الومنيوم مع كبر، وانا مش معايا واضحه صريحه parts of ships as a resistance sea water. انا مش معايا دي او الفانكشن بتاعها او اليوزج بتاعها، لكن انا عارف ان الديور الومين بتاعتي consist of aluminum and copper. so الانسر بتاعتي هتكون C. نيجي نبص another question. بيقول لك which of the following show graduation of boiling point. شباب لما بيجي يجيب لك كومباوند زي كده او بيجيب لك حاجه تبع البويلينج بوينت، بدور على الكربوكسيل جروب. كربوكسيل جروب دي موجوده في الاسيد. اي اسيد عندي عنده هاي ميلتنج بوينت during formation 2 هيدروجين بوند، نتيجه تكون 2 هيدروجين بوند add to كربوكسيل جروب او to molecule of acid. طيب مين اللي بيجي بعديها بويلنج بوينت يمس؟ قال لك الكحول. يبقى انا دلوقتي محتاج ابص اول حاجه اللي عنده هاي بويلنج بوينت هتكون مين؟ هتكون اللي عنده كربوكسيل جروب اللي هي COOH، وبعديها على طول ال OH. اي حاجه تانية بقى بتيجي بعدين هما الاثنين. فهنا بيقول لك بيوتانويك اسيد، بيوتانال او بيوتانول، وبعدين بيوتانال. يبقى الانسر بتاعتي هتكون B. ليه؟ لأن هو قال لك إن الأسيد بتاعتي بيجي بعديها الأول اللي هي فيها OH، وبعد كده أي حاجة تانية مش هتفرق عندي. طب تعالوا نبص على اللي تحتيها. طبعا أول واحدة مش هتنفع عشان هو بادئ لنا بالألكحول، ونمبر سي مش هتنفع عشان هو بادئ لنا برضو بالألكحول. بص بقى معايا على نمبر دي، بيتكلم عن البيوتانويك وبعدين بيوتانال، فدي مش نافعة برضو. سو الأنسر نمبر دي مش هتنفع. Another question. According to the data in the table, which the metal can used in anodic cover for iron. anodic cover يبقى أنا محتاجة element يكون عنده high oxidation state more than element اللي موجود معايا. يبقى أنا معايا element عايز أعمل له coverage أو أعمله protecting، هو عنده oxidation state معينة أو oxidation potential معينة، محتاجة أعمل لها covering بإيلمنت تاني يكون هو عنده high oxidation state أو oxidation potential.
يعني الاليمنت اللي انا هبدا اعمل له كفرنج ده رياكت از انود ان جلفانيك سيل. هو هنا مديني في المساله بتاعتي او البروبلم بتاعتي الريدكشن بوتنشال. لو سمحت اقلب لي الريدكشن بوتنشال ده خليها اوكسيديشن بوتنشال. فلما اجي ابص على الدبليو، خلي بالك الاكسيديشن هي الريدكشن، بس الساين بتاعتنا مختلفه. هتبقى هنا ايه؟ بوزيتيف 0.76. طب الاكسيديشن بوتنشال بتاعت الاكس هتبقى بوزيتيف 0.25. اللي بعديها هتبقى ماينس 0.34. واللي بعديها 0 ماينس 0.8. اكيد الواي والزد مش داخلين معانا في اللعبة. انا محتاجة حاجة عندها اوكسيديشن ستيت بالبوزيتيف او اوكسيديشن بوتنشال بتاعتها عالية، جهد الاكسدة بتاعها مرتفع. وعشان اقول ان هو بيبقى بيرياكت از انود، يبقى محتاجة ان الساين بتاعت الاكسيديشن بتاعتي اوكسيديشن بوتنشال بتكون بالبوزيتيف. لما جينا بصينا على الايرن في الاكسيد السيريس بتاعت الاكتيفيتي بتاعتنا او الالكتروكيميكال سيريس، لقينا ان الاكسيديشن بتاعته 0.409. ده الاكسيديشن بوتنشال بتاع الايرن. انا محتاج حاجه اعلى من ده. لما اجي ابص هلاقي ان الدبليو اللي عندي عنده هاي اوكسيديشن ستيت، سو هو اللي بيرياكت از انود ان ذيس جلفانيك سيل. سو الانسر بتاعتي هتبقى ايه؟ another question. A little amount of calcium carbonate مالها is added to a large amount of diluted hydrochloric acid in a glass beaker. This beaker, then the mass of beaker is recorded over time in the opposite graphical figure. What is the statement which represents the section of X in curve؟ هو قال لي ان انا معايا كالسيوم كربونات. كالسيوم كربونات السيمبل بتاعها CaCO3. مالها بقى؟ الست دي عملت رياكشن مع a large amount of hydrochloric acid HCl، so بتجيب CaCl2 plus H2O plus CO2. والسي او 2 بتاعتي دي بتحصل لها evolving. وخلي بالك هو قالك in a glass beaker، وجلاس بيكر بتاعتنا ده بيكون open، بيكون مفتوح، او السيستم بتاعنا بيكون مفتوح. so انا عارف ان انا لما اعمل added للتو سبستانس في الرياكتنت دول على بعض، يبقى انا كده معايا completely reaction. معايا السي او 2 بتاعتي دي بتخرج بره الكونتينر بتاعي، فبيبقى التفاعل بتاعي في الحالة دي completely. بص معايا، لو جينا بصينا على النقطة دي، أنا كانت معايا الماس كبيرة اللي هي بتاعة الكالسيوم كربونيت والهيدروكلوريك أسيد لما عملنا لهم أديشن لبعض، وبمرور الوقت over the time بيحصل ديكريز، قلت لحد ما حصل لها إن خلاص الست دي وقفت هنا كده. خلاص، ما هو في حصل مرحلة استابيليتي معايا، أنا عملت أو طلعت كل الحاجات اللي جوايا. فالسكشن نمبر اكس ده بيعبر لنا عن ايه؟ قال لك stopping of formation of produced gas. هو خرج كل الحاجات اللي موجوده جواه. والكالسيوم كربونيت خلي بالك بيقول لك little، يعني كميه قليله، وانت عامل اديشن للكالسيوم الهيدروكلوريك اسيد بتاعنا او large amount of hydrochloric acid. so هيبقى التفاعل بتاعي بيقف عند النقطه دي، ومفيش جاز هيطلع تاني مره تانيه. بص بقى في نمبر بي بيقول لك ايه؟ half amount of calcium carbonate is consumed. لا، لان هي اصلا الكميه بتاعتها قليله. rate of reaction reach to the maximum. الحاجات دي لما بيجي يتكلم عليها يبقى لازم بيتكلم في الكيميكال ايكوليبريم، يبقى معايا تو جرافيكال او تو جراف، انما واحد بس لا. واحد هيعمل لنا ريبريزنت للرياكتنت، واحد هيعمل لنا ريبريزنت للبرودكت.
half amount of hydrochloric acid is consumed. لو جيت أخدت بالك على الإيكويجن هنا وإحنا بنعمل بالانس، هنضرب هنا لل2 بتاعتنا ونعمل multiply by 2 علشان نعمل بالانس للكيميكال إيكويجن. هنا بيقول لك half amount of hydrochloric acid is consumed. أنت مش محتاج إن أنت تعمل تستخدم ال2 amount أو الهاف amount of hydrochloric acid. أنت بمجرد ما تعمل لهم addition لبعض هيحصل لنا eversense او هنشوف eversense ويطلع لنا كربون دايوكسيد على طول. الانسر بتاعت الدي مش هتنفع. فيبقى اقرب اجابه موجوده معايا او اللي هي the more right هي stopping the formation او formation of produced gas. Another question. A monolysis of isopropyl formate produced. معلش تعالوا نكتب الحتتين دول بس الاول كده او نعمل لهم chemical equation. هو قال لي ايزوبروبايل. انا عارف ان ايزوبروبايل بتاعتي دي اللي هي كانت سي وعندها او اتش، او انا سمعت كلمه ايزو في المنطقه دي وكانت معايا. هنعمل دي السيمبل بتاعت الاتش وبعدين سي وادي سي اتش 3 وهنا سي اتش 3. امتى انا بقول على الكومباوند بتاعتي ايزو؟ لما تكون الكربونايل اللي هي الكربونه attached to functional group carry two similar ميثايل جروب. لما الكربونة بتاعتي اللي تبقى مرتبطة بالاو اتش عندها 2 ميثايل جروب، في الحالة دي بقول عليها ايزو. طبعا هو شال الاتش بتاعتنا دي وبدأ يعمل فورميشن ل اللهم صل على سيدنا محمد لاستر، وبدأ لنا بالفورميت. الفورميت بتاعتنا اللي هي مين؟ اللي هي اتش سي او، اللي هو جاي من الفورميك اسيد اللي هي HCOOH. حلو. طب كمل معايا بقى، احنا بناخد OH من الحمض وH من الكحول. هيكون معايا مين؟ هيكون معايا ادي C وبعدين عندها O اهي، والست دي أنا عندها H وبعدين CH3 وCH3. هنا بيقول لك اموناليسيز. اموناليسيز دي يعني هو بيبدأ يعمل تحلل نشادري او امنيوي اللي هو by using NH3. علشان اقدر اعمل تحلل معايا انا عايز افكك الست دي الى NH2 والH. خلي بالك علشان اقدر اعمل اموناليسيز هيدروليسيز شباب، انا اول حاجه بعملها في اي هيدروليسيز معايا ان انا بطلع الكحول الاول. الكحول بتاعنا السيمبل بتاعه اهو، اللي هو ده اللي احنا لسه كنا بنقول عليه من شويه، اللي هو مين؟ اللي هو البروبايل او ايزوبروبايل. السيمبل بتاعه ادي CH وعندنا الO. ثانيه بس، دي just one bond. ماشي. وادي هنا برجع لها الاتش بتاعتها وبعدين ادي CH3 وادي CH3. نوع الكحول بتاعي ده secondary. ليه يا مس؟ علشان عنده الفانكشال جروب بتاعتنا اللي هي CH وبعدين OH وعنده 2R. طيب مين اللي باقي معايا بقى؟ باقي معايا في الكومباوند ده اللي هو H C ودبل بوند O، وبكمل addition او هيدروليسيس في الحالة دي وبعمله added للامينو جروب بتاعتنا اللي هي NH2. فهيبقى البرودكت بتاعتي secondary alcohol. البرايمري alcohol دي في الحالتين بتاعت A و C مش هتنفع. هنا بيقول لك secondary alcohol and acid salt containing 5 atom. تعالى نعد الاتوم بتاعتنا. هنا ادي 1 2 3 وبعدين عندنا 2 atom of hydrogen يبقى كده 5 وادي 6 atom of compound.
أو 6 أتوم اللي موجودين presence of compound. So هيبقى معايا secondary alcohol and acid amide containing 6 atom. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك إيه؟ All following are the properties of transition metal اللي هم الجروبات بتاعت دي except their melting and boiling point are high. دي إجابة right. Most of their compound solution are colored. طبعا أي transition element عنده الدي فيها من 1 to 9 electron is colored أو السوليوشن بتاعها بيكون colored. They form ionic compound أكيد لأن هم transforming أو بيتحولوا إلى كاتايون، والكاتايون دي بيكون عندها positive charge، فعندهم ability to forming ionic compound with anion. طيب the stable state أو stable oxidation state which they exhibit is positive 2. لا مش شرط، أو مش دايما بتكون positive 2 هي الموست stable. الموست ستيبل عندي هي بتحصل لما يكون الدي في واحدة من الثلاث حالات دي. أغلب الكلام معانا في المنهج بتاعك تكون الدي امبتي يعني مش فيها ولا إلكترون، تكون الدي هاف فيلدد يعني عندها 5 إلكترون، أو completely filled يعني عندها 10 إلكترون. سو الأنسر بتاعتي بدل except هتكون الإجابة أو الأنسر دي. Another question. 3 جرام sample of alloy composed of BB and SN was dissolved in nitric acid. Then sulfuric acid is added to it. So 2.37 of BbSO4 was precipitated. Assuming all lead was precipitated. يبقى أنا كده العلاقة بتاعتي between الBb عملت رياكشن مع السلفيوريك أسيد اللي هو كان بيحكي عنه H2SO4 هيعمل precipitation ل BbSO4. طيب ال H دي راحت فين؟ قالك طلعت as hydrogen gas evolve. هو عاوز ايه؟ What is the percent أو percentage of SN in this sample؟ يبقى أنا محتاجة أجيب الماس بتاعة البي بي الأول وماينصها من ال 3 جرام دول وأشوف البرسنت بتاعتها قد ايه. دي طريقة، أو أجيب البرسنت بتاعة البي بي في السامبل دي كلها وبعد كده اماينصهم من ال 100 فببدا اطلع الاس ان برسنتج قد ايه. الاثنين سهلين والاثنين ما فيهمش مشكله. اول حاجه انا كتبت الكيميكال ايكويشن بتاعتي وعملت لها بالانس. لو انتوا اخدين بالكم البي بي وجاست 1 element وخرجت 1 element، الاس او 4 اتوميك جروب 1 واتوميك جروب برضه 1، اتش 2 جاز ايفولف وطلع لنا اتش 2. فهتبقى الايكويشن بتاعتي between البي بي والبي بي اس او 4. بنزل بيهم لتحت كده علشان تبقى عينيا مركزه مع التو كومباوند دول بس. ادي البي بي بتديني رياكشن مع البي بي اس او 4. طيب بجيب المولر ماس، هتبقى هنا 207 وهنا هو قالها لي از نون عندي او جيفن برضو 303. انا عايز الماس بتاعت الراجل ده اللي عملت لي برسبتيشن ل 2.37. علشان اقدر اعمل الماس او كالكوليشن للماس بتاعتي دي بجيب الاكس. اكس دي هي الماس بتاعت الليد اللي موجوده في السامبل بتاعتي، هتبقى 207 multiply 2.37 divide 303 هيطلع لي 1.61 جرام. لو هنكمل ونجيب البيرسنت بتاعت البي بي هتبقى البيرسنت اوف بي بي، القانون بتاعها او اللو بتاعها الماس
of BB divide الماس of sample divide أو multiply 100. يعني 1.61 divide 3 multiply 100 divide 3 multiply 100 هتطلع ادي 3.9 يعني تقريبا 54 يعني 4 minus 100 هتطلع 46. يبقى البيرسنت of SN هتبقى 100 minus البيرسنت بتاعة البي بي هتطلع 46. so الانسر بتاعتي هتبقى دي. another question. solid substance E حلو dissolves in water forming solution yield a wide precipitation with NaCl. لا نقف هنا كده. انا معايا solid substance dissolving in water يبقى انا كده عملت aqueous solution. يبقى انا كده ما بتكلمش عن اسمه ده ما بتكلمش عن main experiment، انا بتكلم عن confirmatory test. الست دي لما عملت لها added لل NaCl ادتني بمجرد ما حطيتهم على بعض white precipitation. مين اللي بيعمل لي white precipitation مع ال NaCl؟ هتبقى ال A بتاعتي AgNO3. دي أول substance A. while with a solution of substance B its yield a substance C used in a gelatinous layer of photographing film. دي أخدناها في chapter 3 اللي هي كانت ال AGBR. يبقى ال C بتاعتي AGBR وال A بتاعتي AgNO3. فهنبص على الحاجتين A و C. قالك أول حاجة A و C AgNO3. so الإجابة بتاعت ال B وال D مش معايا. كمل. أنا محتاجة في الأنسر بتاعتي تكون الإجابة في السي أو الكومباوند نمبر 3 سي عفوا هيبقى اي جي بي ار. لو جينا بصينا على السي هنلاقيها اي جي سي ال فدي مش نافعة. لو جينا بصينا على الأنسر نمبر ايه هنلاقي إن الكومباوند سي معايا هي اي جي بي ار. سو الأنسر بتاعتنا هتكون ايه؟ شباب لما بيجي لك مسألة زي كده أو بروبلم زي دي اهدى وبص هو مديك ايه وعايز منك ايه. حتى لو في حاجة مش موجودة معاك في المنهج فهو على الأقل هيبقى قريب من الفكرة بتاعت المنهج، أو بيبقى مديك تركة صغننة في المنهج بتاعك فالباقي هيبقى مش لو بره المنهج يبقى أنا بدور على الحاجة اللي جوه السيلابس بتاعتي. Another question 31 which is correct order steps converting alkyl halide into ester. alkyl halide بتاعتي دي اللي هي RX. خلي بالك الراجل ده saturated فمستحيل اعمل له addition ومستحيل اعمل له oxidation. تاني RX اللي هم الالكايل يعني الكان شلنا منه هيدروجين او اخدنا منه هيدروجينة وعملنا added او substitution لهالايد فمستحيل ان انا اعمل له addition reaction او oxidation reaction. فانا دلوقتي بلعب على السبستيتيوشن. طب انا امتى استخدمت السبستيتيوشن دي او عملت added للار اكس بتاعتي في التفاعلات؟ هبص على البنزين هلاقيني كنت بعمل substitution reaction في الرياكشن بتاع فريدل كرافت فبتتحول البنزينة اللي كانت معايا من نورمال الى لما بنيجي نعمل لها addition مثلا ل CH3Cl in presence of AlCl3 anhydrous فبتديني التولوين. انا كده مش معايا اي علامات تدل ان انا هشتغل استر، لكن انا معايا CH3 سهل ان انا اعمل لها اوكسيديشن in presence of vanadium pentaoxide فبيديني البنزويك اسيد اللي هو عبارة عن حلقة بنزين وفوق راسه
الكربوكسيل جروب اللي هو COOH. فالست دي سهل ان انا اعمل لها استرفيكيشن او اعمل ادد لالكحول عليها فيبدا يكون معايا استر. انا بلعب في النقط اللي هو مديها لي، ركز معايا. قالك اول حاجه الكايل هالايد، الست دي بتبقى ستيبل، مش عندها اي ابيليتي ان هي تدخل في الاديشن او السبس او الاكسيديشن. فانا دلوقتي معايا تو تشويسز، اول حاجه في الاي سبستيتيوشن والدي سبستيتيوشن. لو انا هتكلم عن الاي substitution then oxidation، فانا كده عملت فورمينج للتولوين او البنزينه وفوق راسها CH3، وش هعمل لها اوكسيديشن. الاكسيديشن بتاعتي دي هتبدا تديني الاسيد اللي انا هعمل لها استرفيكيشن بعد كده وادي تو الكحول فاقدر اكون استر. سو الانسر بتاعتي هتبقى ايه. another question: which of the following salts its aqueous solution acquire yellow color with a bromothymol blue. انا دلوقتي محتاج ميديم يكون اسيدك. ليه؟ لان البروموثايمول بلو بيكون لونه يلو في الاسيدك ميديم. لو جينا بصينا على نمبر ايه اللي هو صوديوم اسيتيت، لما ببدا افك الكومباوند بتاعي تو بوزيتيف اند نيجاتيف، البوزيتيف بتاعنا كاتايون ده او البوزيتيف ايون اللي هو الكاتايون بيزك، فيبقى الكومباوند اللي معايا ده بيزك كومباوند. ليه؟ لان هو بيكون من اسيد، الاسيد بتاعنا ده بيبقى ويك شويه فما بيكونش عنده مش بيبقى متعادل يعني، او مش بيبقى ستيبل، لا بيبقى بيزك. نبص على اللي بعديها، ده النيجاتيف وده البارت البوزيتيف والاتنين ويك، سو هيبقى نيوترال. النيوترال بتاعت البي اتش بتاعتنا بيبقى ايكوال 7. لو جينا بصينا على اللي بعديها ان ايه ادي بوزيتيف والاس او 4 نيجاتيف والاثنين سترونج، سو هيبقى برضو معايا نيوترال. طب انا محتاجه حاجه اسيدك، بص على اللي بعديها هلاقي ان ده البوزيتيف وده النيجاتيف، ده ويك بيز اما الاس او 4 سترونج اسيد، سو هيبقى الميديم بتاعي اسيدك وهو ده الميديم اللي بيبقى الكلر بتاع البروموثايمول بلو بيكون يلو فيه. سو الانسر بتاعتي هتبقى دي. بص على السكيما اللي بعديها دي وركز قوي لو سمحت. بيقول لك ايه؟ كول تار. الكول تار بتاعتنا دي اللي هو قطران الفحم بتيجي من الكول لما بنعمل له ديستراكتيف ديستيليشن، لكن الكول تار نفسه ما ينفعش نفصله عن بعض علشان هو ليكويد باي ديستراكتيف ديستيليشن. سو الانسر بتاعي بي، ودي مش معايا. راح مديني هيدروكربون دريفاتيف، بدل هيدروكربون دريفاتيف بيكون تقريبا، انا عارف ان الكولتر بتاعي ده بيطلع لي at 90 to 92 عفوا 80 to 82 بنزين. بدل قال لك هيدروكربون دريفاتيف يبقى هو كده في الحالة دي جاب لنا حلقة البنزين فعلا ودخل عليها اي فانكشال جروب، والفانكشال جروب بتاعتنا دي غالبا بتكون ال OH. طب بعدين الراجل ده احنا دخلناه في بروسيس بعد كده فتحول لهيدروكربون، يبقى احنا كده عايزين نشيل الست دي تاني. انا من ضمن الطرق او من ضمن الميثودز اوف بريباريشن للبنزين بتاعي ان انا كنت بعمل له ريدكشن. بعمل ريدكشن فببدا باي يوزنج الزد ان، فبطلع الاو اتش بتاعتنا دي او بطير الاتش. بعد كده بدا يديني حلقه البنزين وفوق راسها الكايل جروب، فكده هو دخل لنا على فريدل كرافت ديستيليشن. ركز معايا، قالك اول حاجه فراكشن ديستيليشن ودي هتبقى طريقه صحيحه. هيدروليسيز لا مش هينفع هيدروليسيز مع ستيب نمبر 2، لا ده احنا عايزين ريدكشن. سو الانسر بتاعتنا هتبقى سي فعلا، يبقى فراكشن ديستيليشن وبعدين هاخد الفينول بتاعي ده وابدا اعمل له ريدكشن عشان اقدر اعمل فورميشن مره ثانيه للبنزين. البنزين هدخله في سبستيتيوشن رياكشن اللي هو هيبقى فريدل كرافت علشان اقدر اعمل فورميشن للكومباوند نمبر 3 ده او نمبر 4. another question: some of the properties of diluted hydrochloric acid اللي هو H2SO4 وهيبقى الفيزيكال ستيت بتاعته aqueous.
It's react with lead nitrate solution giving a precipitation. والله راجل زي الفل. Turn the white anhydrous copper sulfate into blue. معنى كده ان هو كان فيه ميه. البي اتش بتاعتنا equal 0 علشان هو strong acid. It's react with copper oxide اللي هو CuO. جميل. بقول لك ايه what is the property which attributed to acidic nature. انهي حاجة من دول بتعبر لنا عن طبيعته كأسيد. قال لك اول حاجة ان هو البي اتش بتاعته equal 0 عشان هو strong acid فيبقى دي صح. اللي بعديها it's react with lead dinitrate solution يبقى دي في الديتكشن بتاعتنا وبيعمل لها precipitation. يبقى هو هنا مش بيكشف عن حاجة ده هو كده بيرسب المواد اللي معايا. وترنس تو anhydrous copper sulfate ده هو كده بيعمل ديتكشن على الووتر بتاعتي فهو كده في الديتكشن دي ما مش احسن حاجة. لكن react with copper oxide اللي هي بتعتبر basic substance يبقى هو كده دخل في neutral reaction او neutralization reaction اللي هي occur between acid and base to form salt and water. يبقى الرياكشن دي بتعبر عن الاسيديتي بتاعته. so هتبقى الإجابة بتاعتنا نمبر دي. another question. ركز في دي لو سمحت. بيقول لك ايه which of the following represent copper refining ده اللي هو purification of copper. انا عارف ان انا عشان اعمل purification of copper بتاعي محتاج ان انا يكون معايا كونتينر. الكونتينر ده بيكون فيه solution من الكبر. السوليوشن اوف سولت اوف كبر بتاعتنا هفرضه ان هو CuSO4. طبعا بتبقى متفككه او بيحصل لها dissociation to positive and negative ion. السبستانس اللي انا محتاجاها تعمل purification بعمل لها added to anode. يبقى انا كده الجزء اللي انا عايزه انضفه بحطه عند الانود. خلي بالك احنا هنا بنتكلم في الهيدروليسيس الالكتروليسيس او الكتروليتيك سيل. الالكتروليتيك سيل بتاعتنا بتتكون من بوزيتيف اند نيجاتيف ايون. وبعدين السبستانس اللي انا هضيفها او هتبدا يحصل لها بيوريفيكيشن معايا هتضاف عند مين؟ عند الكاثود. بص بقى ايه اللي بيحصل. طبعا ده هيبقى الانود بتاعي ودي الكاثود. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بيحصل اوكسيديشن عند الانود فبتتفكك الايونز اللي موجوده معايا هنا او الاتوم بتاعتنا بتتحول الى Cu بوزيتيف 2. والبوزيتيف 2 دي هتتحول عند ايه او هتنضاف لمين؟ هتنضاف عند اللهم صل على سيدنا محمد عند الكاثود. يبقى كده الدايركشن بتاعت الايون بتاعتي كلها متجهه او رايحه عند الكاثود بوزيتيف 2. خلي بالك الراجل ده او الكبر بتاعي اللي هو انا عايزه اعمله بيوريفيكيشن اكيد فيه امبيوريتس. فبعد فتره من الوقت هتبدا يحصل لها برسبتيشن للامبيوريتس بتاعتي دي تحت الايه؟ الانود. تعال بص هنا كده. لو جينا بصينا هنا بيقول لك اول حاجه انا معايا ده البوزيتيف وده النيجاتيف. هل الدايركشن بتاعه الايون بتاعتي رايحه من الكاثود عند الايون عند الانود؟ الاجابه غلط. يبقى نمبر ايه مش معايا. نمبر بي عندي بوزيتيف ونيجاتيف بس الامبيوريتي بتاعتي هتبقى موجوده تحت الكاثود. يبقى الانسر بي مش معايا. بص على سي. قال لك انا معايا الانود اهو والساين بتاعته بتبقى بالبوزيتيف والسيل بتاعتي مقفوله والايون بتاعتنا متجهه او رايحه من الانود للكاثود فعلا والامبيوريتي بتاعتي موجوده تحت او بتتنضف من الانود. الانسر بتاعتي هتكون دي سي. طب تعالى نبص على دي. الانود بتاعتي هي البوزيتيف فعلا. الامبيوريتي بتاعتي تحت الانود اوكي. لكن الدايركشن بتاعه الكاتايون بتاعتي في المحلول المفروض ان هي تبقى في الدايركشن بتاعت الكاثود. فالانسر بتاعتنا هنا هتبقى غلط. تعالى نبص على السؤال اللي بعد كده.
transition metal element metal M is similar to copper in a several physical properties. What is the number of group of M and what's the difference in number of unpaired electron in D sublevel between ال M and the copper. بص كده معايا، انا عارفه ان الكبر بتاعي موجود في الجروب نمبر 1B اللي هو هتبقى الكبر بعدين السيلفر والجولد. فانا بعتقد ان في جروب 1B ممكن يكونوا هم سيميلر لبعض، وده اكيد هم سيميلر لبعض. خلي بالك الدي عندهم completely filled، فلو انا افترضت مثلا ان الكبر هو اللي معايا فالاليمنت الجديد اللي هو بيسأل عنه سيلفر، فالديفرنس بينهم وبين بعض هتبقى زيرو. هو هنا مديني الانسر بتاعتي 1B و1B، ده كلام صح، لكن هل الديفرنس في النمبر اوف الكترون بتاعتنا 2 1؟ لا، يبقى A وB الانسر بتاعتنا غلط. تعالى نرجع للجروب اللي قبل كده. الجروب اللي قبل كده بتاعنا اللي هم الجروب 10، جروب اللي هم ال8 جروب، او الكولوم بقى نمبر 10. نمبر 10 ده اللي هو قبله على طول هيبقى النيكل. النيكل بتاعنا الاتوميك نمبر بتاعه 28. لما بنيجي نعمل له الكترونيك كونفيجريشن هيبقى AR18 4s. 4s هتبقى 2 الكترون، وال 3 دي فيها 8 الكترون. لو جينا بصينا على النمبر اوف امبيرد الكترون في حاله الدي، ادي 1 2 3 4 1 2 3 4 ادي 5، وفي هنا another element. لو جينا بصينا عليهم الديفرنس between الدي وال8 هنلاقي ان هي في ديفرنس بينهم وبين بعض equal 2. يبقى هو ممكن يكون الكولوم او الجروب بتاعتنا اللي هي ال8 نيكل فعلا، لكن مش الديفرنس في النمبر اوف امبيرد الكترون بتاعنا equal 1. سو الانسر سي مش هتبقى معايا. لكن لما بطرح او بماينس ال 10 ماينس ال 8 اللي هي بتاعت النيكل، سو الانسر بتاعتي هتبقى 2. بص بقى على الايكويشن اللي بعد كده. ركز، بيقول لك كومباوند 1 عملنا له اوكسيديشن فادانا كومباوند 2، وبعدين عملنا اوكسيديشن للكومباوند 2 ده فادانا كاربوكسيليك. وش انت كده معاك برايمري الكحول، لان هو اللي بيعمل اوكسيديشن على 2 ستيبس. يبقى انا في الحاله دي معايا كده برايمري الكحول. طيب بدور في الاجابات بتاعتي على برايمري الكحول. سكندري الكحول مش هتنفع، سكندري الكحول مش هتنفع، فانا كده معايا الانسر بتاعتي ممكن تبقى بي وممكن تبقى سي. هنفهم من ايه؟ من اللي بعد كده. كومباوند 3 بيحصل له اوكسيديشن فبيتحول لكيتون، ده بيتحول لكيتون هيبقى الدهايد. حلو، وهو قايل لي في 2 الدهايد والدهايد. طب تعالى نكمل. كومباوند 4 نو رياكشن، لما بنيجي نعمل له اوكسيديشن الوحيد اللي مش بيعمل اوكسيديشن معايا هو التيرشري الكحول. سو الانسر بتاعتنا في نمبر 4 هتبقى تيرشري الكحول، والسكندري الكحول ده بيعمل اوكسيديشن على 1 ستيب. سو الانسر بتاعتي هتبقى بي، تبقى سي عفوا. تاني، اول كومباوند بيحصل له اوكسيديشن على 2 ستيبس، فانا كده معايا اول حاجه برايمري الكحول بيعمل اوكسيديشن فبيتحول الى الدهايد، والالدهايد بتعمل اوكسيديشن فبتتحول لكربوكسيليك جروب. نمبر 3 معايا هتبقى سكندري الكحول، بتبقى بتتاكسد على 1 ستيب او بيحصل لها اوكسيديشن على 1 ستيب فبتديني كيتون. الوحيد اللي مش بيحصل له اوكسيديشن معايا في المنهج كله هو التيرشري الكحول. سو الانسر بتاعتي هتبقى سي. كمل. 0.5 quantity of electricity passed in 1 liter of 2 molar copper dichloride solution. What is the concentration of Cu ions remaining in the cell?
اول حاجه انا بجيب التوتال نمبر اوف مول بتاعه الكبر دايكلورايد. يبقى انا هنا بجيب نمبر اوف مول، ده التوتال. اوكي، بجيبها ازاي؟ بعمل ملتبلاي للام في الفي اللي هي الكونسنتريشن ملتبلاي الفوليوم. الفوليوم بتاعي لازم يكون بير لتر، فهنا هيبقى 2 ملتبلاي 1 equal 2 مول. بحسب بعد كده النمبر اوف مول بتاعتنا اللي اترسبت او اللي بدأ يحصل لها ديبوزيشن في حالة الكبر كلورايد. خلي بالك انا معايا الكبر كلورايد بتاعتي اللي هو CuCl2. الست دي بتبدأ تدينا Cu بوزيتيف 2 بلس 2Cl نيجاتيف. اول حاجة هو عايز الCu. لو انا معايا 0.5 فاراداي، عايز اعرف هي بترسب لي قد ايه على فرض ان انا معايا نكمل معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عند السؤال ده بيقول لك 0.5 quantity of electricity is passed كذا. حسبنا او عملنا calculation للنمبر اوف توتال مول بتاعتي. هنا بيقول لك انا الكبر الضاي ده لو انا معايا 1 مول منه هو بيحتاج 2 فراد. طب انا بجيب الكلام ده ازاي؟ احنا كنا بنقول الكوانتيتي اوف الكتريسيتي بتساوي الزد في الاف. quantity of electricity تبقى ايكوال الزد ملتبلاي الاف. الزد دي هنا هي التشارجز بتاعتي، وانا محتاجه النمبر اوف فراد بتاعتي. يبقى انا هنا معايا كان ايه؟ كان معايا 2 فراد بتحتاج ترسيب، او انا عشان ارسب ال1 مول من الكبر بتاعتي واعمل لها ديبوزيشن محتاجه 2 فراد. فلما اجي احسب النمبر اوف مول اللي بتعمل ديبوزيشن ل 0.5 هتطلع 0.25. طب انا جبتها ازاي؟ على الآلة الحاسبة بتاعتك او على الكالكوليتور 0.5 multiply 1 divide 2 هتطلع 0.25 مول. انا كده فعلت او عملت ديبوزيشن ل 25% مول من اللي كان موجود معايا 2 مول. باقي قد ايه؟ خلي بالك انا معايا 1 لتر، فانا لما اجي اعمل كونسنتريشن هي النمبر اوف مول، لان انا معايا اوريدي الفوليوم بتاعي ايكوال 1، فهمينسهم من بعض. لما باجي اعمل ماينس ال 2 ماينس ال 25 عفوا 0.25 هتطلع 1.75 مولر. ليه يا مس؟ لان انا اونلي معايا 1 لتر اوف سبستانس معايا. another question. اكسس صوديوم هيدروكسيد، بدل قال لك اكسس صوديوم هيدروكسيد يبقى اكيد هو هيبقى موجود معايا ألمنيوم. اكيد. solution is added to an aqueous solution containing 0.01 mole of aluminum. ما كملناش كلامنا. and 0.01 mole of Fe positive 3. خلي بالك الصوديوم هيدروكسيد when added to aluminium بيكون لي aluminium هيدروكسيد، لكن excess amount بيعمل لي transformation للألمنيوم هيدروكسيد to ميتا صوديوم ميتا ألومينيت وبتبقى aqueous solution. لكن الايرن بتاعتي التراي بيتحول تو جيلاتينيوس وبيبقى لونه براون فبيفضل معايا.
هنا بيقول لك ايه what will remain on filter paper اللي هيحصل لو عملنا ترشيح and shaking the filtrating this mixture 0.01 mole of white precipitation and 0.01 mole of reddish brown precipitation. لا ده انا لسه قايله لك بدل في excess amount of sodium hydroxide هيحصل transforming او هتتحول او هيحصل disappear للألمونيوم هيدروكسيد بتاعتي ويحصل لها changing to sodium meta aluminate. 0.01 mole of white precipitation لا 0.101 mole of reddish brown precipitation ده بتاعت الايرن يبقى الكلام ده صح. no nothing remain لا الإجابة دي غلط فهتبقى الإجابة بتاعتي 0.01 mole of reddish brown precipitation. اللي حصل 40 These compound below are all contain hydroxide group يبقى الناس دي كلها عندها OH. Compound A is acquire a violet color when added to FeCl3 يبقى الراجل ده فينول ودي الطريقة اللي احنا بنعمل فيها detection عن الفينول. الكومباوند نمبر 2 is a secondary alcohol يبقى في عندنا CH وعندنا OH وعندنا 2 alkyl group R و O. A compound it can oxidize yielding to carboxylic acid ممكن يكون primary alcohol وممكن يكون aldehyde group الاتنين صح. فلما نيجي نبص هنشوف نمبر A هتبقى فينول والتانية دي مش هتنفع ولا الأخير هتنفع. نمبر 2 هتبقى COH لأ ده أنا محتاجة في السكندري الكحول بتاعتي هتبقى CHO. لو جينا بصينا تحت كده هنلاقي إن CH اسمها دي CHOHA فالأنسر بتاعتنا هتبقى C. نركز في الكلام ده. 41 بيقول لك two experiments are carried out to measure the rate of evaluation of oxygen gas produced from the decomposition of hydrogen peroxide suitable condition in the following. الهيدروجين بيروكسيد بتاعتنا اللي هي H2O2 الست دي بيحصل لها decomposition فبتدينا H2O plus O2. هو عايز بقى كمية الأكسجين اللي طالعة معايا دي هنعمل multiply 2 هنعمل multiply 2. طيب بيقول لك في الاكسبيرمنت نمبر اكس استخدمنا 100 ملي اوف 2 مولر اوف سوليوشن. انا هجيب من الحته دي النمبر اوف مول والنمبر اوف مول بتاعتنا علشان اقدر احدد كميه الاكسجين اللي طالعه في العمليتين قد ايه. هعمل 100 خلي بالك النمبر اوف مول اللي هي الام ملتبلاي الفي عشان بس ما تتوهش مني 10 باور نيجاتيف 3 علشان احولها من الملي تو لتر وبعمل ملتبلاينج لل 2 سو الانسر بتاعتي هتكون دي 100 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي 2 هتطلع الانسر هنا النمبر اوف مول هنا 0.2 مول. حلو اللي بعديها برضو نفس القصة اللي هي 0.2 مول بلس نعمل بقى 50 multiply 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي 0.05 واعمل لهم سميشن على بعض بلس 0.2 هتطلع 0.25. حلو. طيب مين اللي كمية الأكسجين عنده أكتر إكس ولا واي؟ هلاقي إن الأماونت أوف أكسجين بتاعتنا أكتر في حالة الواي. فلو جينا بصينا على الجراف نمبر A هلاقي ان الاكس كميتها اكبر من الواي فالانسر بتاعتي غلط. هبص برضو فوق هلاقي ان الاكس اكبر من الواي فالانسر بتاعتي غلط.
تعالى بص على نمبر سي كده، هلاقيهم هما الاتنين بنفس المقدار. الإجابة غلط. بص على نمبر دي، هتلاقي ان الاماونت او الكيرف بتاع الواي هيبقى اكبر شوية من الاكس، سو الانسر بتاعتي هتكون دي. يبقى انا بعمل كالكوليشن للنمبر اوف مول علشان اقدر اشوف انهي اللي هيبقى عنده كمية اكسجين اكتر، فهلاقيها ان هي نمبر واي. فانا بدور على الكيرف اللي هو بيكون اكبر من الاكس. another question. بص هنا C2H2، الراجل ده بنعمل له substitution reaction علشان ده الإيثان، فهيدينا compound B. compound B بيبقى بيعمل complete oxidation. بدل oxidation ظهرت معايا في الموضوع، يبقى أكيد عملنا هنا hydrolysis. طب ليه عملنا hydrolysis يا مس؟ علشان أنا ما بيحصلش معايا oxidation غير في أي حاجة فيها OH، فأنا بحول الكومباوند بتاعي ده الكحول. هيبقى معايا هنا C2H5OH، فكده أنا معايا إيثانول. لما بعمل complete oxidation فبيديني أسيتيك أسيد اللي هو CH3COOH. حلو. بنخش على نمبر 4. عملنا اوبريشن معينة فادانا الكومباوند نمبر 5، ونمبر 5 ادانا الميثان. يبقى أنا كده معايا مين؟ ميثان. طب انا بجيب اصلا المثال بتاعي ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الدراي ديستيليشن، تقطير الجاف. دراي ديستيليشن ده بتحصل ان presence of NaOH والCaO. طب بنعمل الدراي ديستيليشن لمين؟ للصوديوم اسيتيت اللي هي السيمبل بتاعها CH3COONA. طب انا بحول ال CH3 بتاعتي دي COOH الى CH3COONA ازاي؟ قالك عن طريق ان احنا بنعمل لها نيوتراليزيشن رياكشن باي NaOH او Na بس. طيب انا محتاجه بقى اشوف الاوبريشن ده. قالك اول حاجه هنعمل هيدروليسيس يعني باستخدام ال KOH or NaOH NaOH هيدينا كومبليت اوكسيديشن معانا. بص بقى، قالك هنا نمبر 1 او الاوبريشن نمبر 1 كي او اتش. ماشي. طيب فهيديني نمبر 3 سي اتش 3 سي او اتش. اوكي. طب نمبر 6 هتبقى معايا اونلي سي اي او، فالانسر بتاعتنا كده غلط، لان هي بتبقى ميكتشر من السي اي او بلس ان اي او اتش. بص على نمبر 2، قالك سي 2 اتش 5 او اتش. تمام. هتبقى معايا الاوبريشن نمبر 4 NaOH زي الفل. طب 5 هتدينا اسيتيك اسيد. قال لك لا، ده هتطلع معايا صوديوم اسيتيت. بص على نمبر سي كده، قال لك KOH. حلو. وبعدين C2H5OH. جميل. طيب الميكسنج او الميكشر اوف NaOH و CaO، فالانسر بتاعتي هتكون سي علشان ما نتعبش. 0.106 gram of MCO3 salts dissolved in water giving solution acquires the 20 milli of HCl can be titrated كذا كذا. هو قال لي titrated ومعايا acid، يبقى أكيد السبستانس دي هي البيز. فعلشان أشتغل التيتريشن بروسيس أو أشتغل على القانون بتاع التيتريشن، فالمفروض إن أنا بعمل equation الأول. فهقول M2CO3 plus HCl هتجيب MCl2 plus H2O plus CO2. طب انا عايزه اعمل بالانس للايكويشن دي. انا دخل معايا 1 2M وخرجت M واحده، يبقى بنعمل عفوا هتبقى هنا 2، والاتش دخلت واحده وخرجت 2، سو هنعمل ملتبلاي باي 2. كده هعمل الجدول بتاعي. الجدول بتاعي بيكون فيه كل البيانات او الديتيلز بتاعت المساله بتاعتي او البروبلم اللي معايا.
معايا هنا ال M2CO3، معايا هنا ال HCl، ال M وال V وال N. أنا بجيب البيانات دي منين بقى؟ من المسألة. قالك أول حاجة ال M وال V دولت المالتيبليكيشن بتاعتهم بنعمل كالكوليشن للنمبر اوف مو. طيب ال HCl عايزين نجيب الأول النمبر اوف مول أو عدد المولات بتاعتنا اللي موجودة في الكيميكال ايكويشن. هنا معايا 1، وفي حالة ال HCl هتبقى 2. طب أنا عايزة أجيب ال M بتاعت ال HCl، قالك 0.1 مولر، وال V 20 multiply 10 باور نيجاتيف 3 عشان أحولها الليتر. فهقول ال M في ال V divide ال N بتاعت الأسيد equal ال M في ال V بتاع divide ال N بتاعت البيز. هتبقى هنا 0.1 multiply 20 multiply 10 باور نيجاتيف 3 divide 2 equal النمبر of mole. طيب أنا ليه ما عملتش divide هنا ال N؟ لأن ال N بتاعتنا هنا equal 1. so الأنسر بتاعتي هتبقى كام؟ 0.1 multiply 20 multiply 10 باور نيجاتيف 3 divide 2. يبقى النمبر اوف مول بتاعتي هتبقى هنا equal 1 times 10 باور نيجاتيف 3 مول. انا كان معايا قانون بيقول لي النمبر اوف مول equal mass of matter او mass of substance divided المولر mass. انا معايا النمبر اوف مول، معايا الماس اوف ماتر، فاقدر اجيب المولر ماس. يبقى هنا المولر ماس equal الماس اوف ماتر بتاعتي 0.106 divide النمبر اوف مول اللي هي 1 times 10 باور نيجاتيف 3. 0.106 divide n equal 106 جرام معايا. طب وبعدين انا عارف ان المولر ماس بتاعتنا اللي هي M2CO3 كلها equal 100 بير مول، هتبقى 106. وعارف ان انا محتاج اعمل calculation لل 2M plus السي، هتبقى 1 times 12 plus 3 times 16. 3 times 16 plus 12 هتبقى 60 equal 106. دي هتطلع 60، هنماينسهم من ال 60 يبقى ال 2M equal 106 minus 60 هتطلع 64 46 عفوا، و 2M نعمل divide by 2 divide by 2 M equal 23. so الأنسر بتاعتي هتكون B. another question. نكمل مع بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك after acid
After acid hydrolysis of an organic compound, excess sodium hydroxide is added to is added. Okay. Which of the following likely be formed. لو جينا بصينا على كل التشويسز معانا هنلاقيهم هلاقيهم عبارة عن حاجة ثابتة اللي هم تقريبا الهيدروليسيس بتاعة الأسبرين، اللي هو كان الفورميشن بتاعتهم مين؟ عبارة عن حلقة البنزين، بنزين رينج، وكان عندنا هنا سي او اتش ومعايا او اتش. ده اللي نتج من الهيدروليسيز نفسه او البرودكت من الهيدروليسيز نفسه. ومعايا اسيتيك اسيد اللي هي سي اتش 3 سي او اتش. الراجل ده اسمه ساليسيليك اسيد واسيتيك اسيد. احنا عملنا اديشن لاكسس اماونت اوف صوديوم هيدروكسيد، يبقى انا عملت اديشن للصوديوم هيدروكسيد هنا NeOH، وبرضو هي موجوده في نفس الكونتينر معانا اللي هي الاسيتيك اسيد NeOH. انا عايز اعرف ايه اللي حصل او ايه الفورمنج اللي اتكونت معايا هنا. علشان الاو اتش بتاعتي بيزك والاو اتش بيزك، فانا مش هقرب عليهم، فانا هعمل اتاكينج للكربوكسيليك جروب. سو هيحصل فورميشن معايا لحلقه البنزين، وهيبقى معايا COONA، ومعايا الاو اتش انا ما قربتش عليها. الناحيه الثانيه هبدا اخد CH3 وهيكون معايا صوديوم اسيتيت COONA، فانا محتاجه يكون معايا البرودكت ده، فهتبقى الانسر بتاعتي ايه؟ another question. هنا بيقول لك ايه؟ gas X evolving through thermal decomposition of كذا sample magnesium bicarbonate. magnesium bicarbonate بتاعت السامبل بتاعها MgHCO3 by 2. الست دي بيحصل لها thermal decomposition فبتدينا MgCO3 plus H2O، وبدل في جاز طالع معايا اكيد هو الكربون دايوكسيد CO2. لما نيجي نعمل بالانس للايكويشن او نبص على البالانس بتاعها هنلاقي فعلا ان هي بالانسد. طيب عايز ايه؟ gas X is evolved through the thermal decomposition of 7.3 gram of sample. عايز اول حاجه calculate the volume produced at STB. فيبقى الريليشن بتاعتي هنا between المغنيسيوم بايكربونات اللي هي MgH CO3 by 2 وال CO2. حلو. نوع الريليشن بتاعتي هنا هتبقى ماس، لان هو شغال على ماس مع فوليوم، هو محتاج الفوليوم. انا عارف ان at STB ال 1 mole of gas equal to ان 2.4 لتر، يبقى انا المفروض اجيب المولر ماس بتاعتي هنا. فالمولر ماس لما جينا عملنا لها كالكوليشن اللي هو بين كل element والتاني ساين بوزيتيف هتبقى 146. انا عايز اعرف الفوليوم بتاعتي كانت قد ايه لما كان معايا 7.3. cross multiplication x اللي هي الفوليوم اوف جاز equal ايه بقى؟ هتبقى equal 22.4 multiply 7.3 divide 146. هيطلع الفوليوم اوف جاز معايا equal 1.12 لتر. another question. نكمل مع بعض.
بيقول لي what is the effect of adding a solution of X gas in water. احنا عارفين ان الاكس جاز بتاعتنا هي كربون دايوكسيد. لما هنعمل لها passing through الووتر بتاعتنا H2O هيعمل لنا forming للكربونيك اسيد اللي هو H2CO3. اوكي to the mixture produced. يبقى انا كده في برودكت طالعه معايا from the reaction of ammonium carbonate. الامونيوم كربونات بتاعت السيمبل بتاعها NH4/2 CO3 عملت added to كالسيوم كلورايد اللي هي CaCl2. خلي بالك انا هضيف الكربونيك اسيد ده على البرودكت اللي طالع معايا من الايكويجن دي. الايكويجن بتاعتي دي هيبقى البرودكت فيها CaCO3 بلس NH4Cl. ده هيبقى aqueous solution وده هيبقى solid substance. هنعمل multiply by 2. انا عايزه بقى اضيف الكربونيك اسيد ده للميكتشر ده. ايه اللي هيحصل معايا؟ اكيد مش هتتفاعل مع الكلورايد او امونيوم كلورايد او مش هيعمل رياكشن معاه. الكالسيوم كربونات اللي هي CaCO3 هتعمل رياكشن مع ال H2CO3 وهتبدأ تعمل لي aqueous solution from CaOH H عفوا HCO3 by 2. ده aqueous solution. يبقى لما ببدأ أعمل adding كده أنا بحولها مرة تانية من السوليد ستيت to aqueous solution وهتبقى البالانس بتاعتي بالانسد. so بيحصل forming لكالسيوم بايكربونات. another equation وده last equation وده آخر حاجة موجودة معانا في الموديل اكزام ده. بقول لك conclude by using chemical calculation ionic nomenclature of product of the reaction of 0.73 of hydrogen chloride gas to كذا من البروبين. أول حاجة أنا هحسب النمبر اوف مول أو هعمل calculation للنمبر اوف مول بتاعة الهيدروجين كلورايد اللي هو السيمبل بتاعه HCl والبروبين بتاعي علشان هو الكاين فهيبقى السيمبل بتاعه C3. لما نيجي نطبق عليها القاعدة 3 multiply 2 equal 6 ولما نيجي minus 2 هتبقى 4. فأنا هعمل calculation للنمبر اوف مول للاتنين. نمبر اوف مول بتاعتي equal ايه بقى؟ equal mass of matter او substance divide المولر ماس وهو مديني كل البيانات اللي انا هحتاجها في الايكويشن تحت على المولر ماس. النمبر اوف مول اول حاجه هناخدها على ال HCl. HCl النمبر اوف مول بتاعتها قد ايه؟ 0.73. وهو قايل لي هنا ان الهيدروجين كلورايد اللي هي هتبقى 35 بلس 1 هتبقى 36.5. النمبر بتاعها هيطلع 0.02 مول. عندي النمبر اوف مول بتاعة ال C3H8 H4 عفوا هتبقى 0.4 وقالها لي هنا على المولر ماس بتاعنا 3 ملتبلاي 12 على ال 4 هتطلع 40. يعني النمبر بتاعها 0.0 كام؟ 1. أنا قصاد كل 1 مول من الست دي محتاج 2 مول من الهيدروجين كلورايد. يبقى أنا بعمل added لل1 مول بتاعة البروبين بعمل لها addition ل 2 مول اوف هيدروجين إيه؟ كلورايد. خلي بالك لما نيجي نعمل structure formula للبروبين بتاعنا C triple bond C دي عندها H ودي هتبقى CH3. أنا محتاجة 2 مول من ال HCl.
خلي بالك انا معايا asymmetric alkyne، فهتبقى الهيدروجين اللي انا هعمل لها اديشن على الكربون اللي عندها هيدروجينات كتيره، والكربون بتاعتنا هنعمل لها اديشن هنا. سو هيتحول الكومباوند بتاعي من سي، وهنا سي اتش 3 احنا مش محتاجينها في حاجه، وادي هنا السي. هعمل اديشن للسي ال والسي ال وهنا هتبقى بعمل اديشن للتو هيدروجين، وهو كان عنده 1 هيدروجين يبقى 3. فالكومباوند بتاعي النومنكليتشر بتاعته هتبقى 1 و2، 1 عفوا 2 2 داي كلورو بروبان. يبقى اول حاجه عملنا كالكوليشن للنمبر اوف مول عشان انا اعرف هعمل اديشن لقد ايه بالظبط من الهيدروجين كلورايد لل1 مول بتاعه البروباين، وبدات اعمل الايكويشن بتاعتي. وعلشان هو اسيمتريك، اسيمتريك يعني ايه يا مس؟ يعني الكربونتين اللي عندهم هايد باي بوند مش بيبقوا سيميلر في النمبر اوف هيدروجين اتوم. فببدأ أضيف البارت النيجاتيف اللي هو الكلوراين على الكربونة اللي ما عندهاش هيدروجين خالص، فهتبقى معايا 2 2 داي كلورو بروبين. وكده خلص معانا موديل نمبر 2، نمبر 19. ونشوفكم على خير إن شاء الله في موديل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.